بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي فضل العلم على الجهل وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونصلي ونسلم على خير معلم الناس خير محمد. وبعد إن شاء الله محاضرة كمان في محاضرات كارديوفاسكولار فيسيولوجي. محاضرة لم يكن مرتبا لها، ولكن في فجوة دايما بتكون موجودة ما بين الفسيولوجي والباثوفيسيولوجي أو الكلينيكال. فقبل ما ننتقل الجزء الخاص بالفاسكولار فيسيولوجي، انا هاخد شويه حاجات كده اتكلمنا عليها قبل كده، كلينيكال ابلكيشنز، ونجمعهم مع بعض في المحاضره بحيث ان احنا نلاقي فايده للكلام اللي احنا بندرسه ونبذل فيه مجهود. فطبعا النقاط دي هتكون على سبيل المثال وليست الحصر، لكنها ان شاء الله مفيده يعني. البريكارديوم هو الطبقه العازله اللي بتحمي القلب من بره. نستفيد من موضوع البريكارديوم بكنترول دايلاتيشن بتاع القلب في الاكيوت ايفنت، مش في الكرونيك. بمعنى ان لو حصل مثلا ربنا يعافينا عيان جاله مايكارديال انفاركشن، عيان جاله انفكتيف اندوكاردايتس، عمل اكيوت ال في دايلاتيشن، فالبريكارديال كونسترين على الليفت فنتريكل بيحميه من ان هو يحصل له اكسسيف دايلاتيشن. ولكن لو في كرونيك بروسيس زي كرونيك ال في دايلاتيشن، مرضى هارت فيلير مثلا، فالبريكارديوم بيستريتش عادي. ده غير ان البريكارديوم بيساعد في الرايت فنتريكولار فيلينج، علشان رايت فنتريكل ثينر عن ليفت فنتريكل، فهو لما بيجي له بلاد فوليوم بيتند تو دايليت مور ذان ليفت فنتريكل. فرايت فنتريكل لما بيجي يدايليت بيتمسك بالبريكارديوم اللي حواليه عشان يمنع الاكسسيف دايليتيشن، عشان يحافظ على ارتفاع الضغط المناسب اللي هيسمح لنا بعد كده ان شاء الله بان احنا نفتح البلمونري باب. طبعا احنا قلنا ان المفروض ان بيكون في 5 ل 15 او ممكن توصل حد اقصى 50 مللي بيركارديال فلويد، ده النورمال. لو زادت النسبه هيعمل لنا الكاردياك بريكارديال افيوجن، لو زاد جامد بقى عمل هيمودايناميك انستابيليتي، دخلنا في كاردياك تامبونات. ولو حصل انفلاميشن في البريكارديوم بيعمل لنا البريكاردايتس، سواء الاكيوت او الكرونيك او الانسيسنت. عرفنا من السيرفس اناتومي بتاع الهارت او الهارت فالفز ان احنا لما بنيجي نسمع بالسماعه، احنا مش بنسمع بالظبط مكان الفالف، احنا بنسمع المكان اللي بيحصل فيه تربلنس بلاد فلو، لان التربلنس ده هو اللي بيعمل صوت. التربلنس ده حاصل بسبب مرور الدم من الفالف، او الفايبريشن اللي بيعمله الفالف كلوجر. بمعنى ان هو مثلا مريض الاورتيك ستينوزس، لو هو عنده اورتيك ستينوزس في الحته دي، احنا لما بنيجي نسمع بنسمع الاورتيك ستينوزس في الفيرست اورتيك اريا مثلا هنا. ليه؟ لان الدم لما بيجي ينطلق في الاورطه بينطلق جامد هنا فيخبط في الاورطه. طبعا هو الدم لما بيجي يعدي من حته نارد زي ستينوتيك اورتيك فالف بيحصل اكسلريشن، فبيحصل زياده في الفيلوسيتي زي ما هنوضح ان شاء الله بعد كده برضو في الفاسكولار فيسيولوجي. زياده الفيلوسيتي دي بتعمل تربلنس للبلد، وكمان لما بيجي يخبط في الجدار بتاع الاورتيك وول بيحصل فايبريشنز. هنا الفايبريشنز دي هي اللي احنا بنسمعها بالسماعه، اللي بيعملها الميرمر مثلا بتاع الاورتيك ستينوزس، اللي هو ايجكشن سيستوليك ميرمر، بنسمعها عند الفيرست اورتيك اريا اللي هي سكند رايت انتركوستال سبيس، وهكذا برضو نفس الاماكن بتاعت باقي الفالفز. هي غالبا بتكون ريفيرد ساوند، مش الاكشوال بليس اوف تربلنس اوف بلاد. البلاد سبلاي بتاع القلب مش بلاد سبلاي للمايكارديال بس، او المايكارديال تيشو مش بلاد سبلاي للعضله فقط، ولكن هو برضه بيسبلاي كوندكشن سيستم. وبالتالي لو مريض مثلا جاله رايت كوروناري ارتري اوكلوجن، علشان الار سي اي ده بيسبلاي الاس اي نود في 60% من الحالات والاي بي نود في 85% من الحالات، فانت كده تشك ان ممكن مريض الار سي اي اللي هو بيجي له رايت كوروناري ارتري ستينوزس يحصل عليه اكيوت اوكلوجن، سواء كومبليت اوكلوجن او انكومبليت اوكلوجن. يعمل لك مثلا اللي هو الانفيريور اس تي ديبريشن او اليفيشن، او ممكن تحصل شويه في اللاترال او تحصل في البوستيرور. نشك ان هو ممكن برضه يكون معاه ريسك ان هو يدخل سكيميا للاس اي نود والاي في نود، زي ما وضحنا برضه في موديول كارديوفاسكولار فيسيولوجي في الجزء الخاص بالمحاضره بتاعتها بقى، ان الكوندكشن سيستم عنده ابيليتي شويه ان هو يتوليريت السكيميا اكتر من المايكارديال تيشو اللي هو الكونتراكتايل تيشو. ولكن لو حصل برونج اسكيميا ممكن ياثر على الاس اي نود والاي في نود، وكمان بالذات من ضمن الاسباب اللي بيخلي الهارت بلوك ممكن الى حد ما مور كومون في مرضى الانفيريور ام اي عن مرضى الانتيريور ام اي. طب وباقي ال 40% من الاس اي نود وال 15% من الاي في نود، يعني حوالي 10% برضه من الاي في نود مش 15، تبقى سبلايد بالال سي اكس اللي هو ليفت سيركمفلكس. وبالتالي لو مريض معاه لاترال ام اي ممكن ياثر على الكوندكشن سيستم. وكذلك الليفت بوستيريور فاسيكل بتاعت الليفت باندل برانش تبقى سبلايد بالار سي اي والليفت انتيريور ديسندنج اللي هو اللاد. الليفت انتيريور فاسيكل بتاعت الليفت باندل برانش تبقى سبلايد بالليفت انتيريور ديسندنج لاد. الرايت باندل برانش تبقى سبلايد برضه
بليفت انتيريور ديسندنج. يبقى لو انت خدت الاثنين دول مع بعض كده هتلاقي ان الاثنين دول سبلايد بليفت انتيريور ديسندنج بس. معنى كده ان لو مريض عنده رايت باندل برانش بلوك مع الليفت اكسس ديفيشن اللي بيعمله ليفت انتيريور فاسيكولار بلوك، كده انت عملت الباي فاسيكولار بلوك في الاي سي جي اللي هو علامه للكريتيكال لاد اوكلوجن. مش بس كده، الانتيريور بابيلاري ماسل اللي هي بتمسك فيه الميترال فالف تبقى سبلايد ليفت انتيريور ديسندنج والاس اكس. البوستير بابيلاري ماسل سبلايد بالار سي اي عشان ده يون لاترال سبلاي او سنجل سبلاي. فالبوستير بابيلاري ماسل بتبقى مور برون فور رابتشر لو حصل رايت كوروناري ارتري اوكلوجن. يبقى انت تخاف لو مريض كان عنده انفيرور ام اي مثلا ولا حاجه وخلاص وماشي في سكه الانفيرور ام اي بقى، سواء ستيمي يدخل بي سي اي او نون ستيمي او هكذا، بمجرد ان انت عرفت ان هو انفيرور ام اي دلوقتي احنا عندنا شك ان هو ممكن يكون ار سي اي. الار سي اي ده مش بيسبلاي ماشي حاجه كويسه تروح تدور على الرايت فنتريكولار انفاركشن تعمله رايت ليدز وبوستير ليدز وكده، بس الار سي اي برضه بيسبلاي جزء كبير من الكوندكشن سيستم وبيسبلاي البوستير بابيلاري ماسل. فالعيان ممكن يديتيريوريت الكتريكالي وميكانيكالي لو حصل بابيلاري ماسل رابشر مثلا، يعملوا سيفير مايترال ريجيرج، يعملوا بالمونري كونجيشن ويدخل عيان في اكيوت ديزنيا، او لو حصل دامج الالكتريكال كوندكشن سيستم ممكن يدخله في انواع بقى من هارت بلوك او ساينس فانكشن ساينس نودل ديسفانكشن. فانت بس تاخد بالك الموضوع مش مجرد عضله وخلاص، بس في حاجات تانية بيوند المايكارديوم. صوديوم شانلز اتكلمنا عن فوائد كتير. الصوديوم شانلز والانواع بتاعتها الفاست انور صوديوم شانلز واللي صوديوم شانلز، الفاني كارنت صوديوم شانلز الموجوده في الكوندكشن سيستم الاس اي نود بالذات مثلا، صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، الصوديوم كالسيوم اكسشينجر والحاجات التانية الكتيره دي. وبالتالي انت لما تيجي تقول ان المريض ده هياخد كلاس 1 انتي اريزميك اللي هو صوديوم شانل بلوكينج انتي اريزميكس صوديوم شانل بلوكرز، تعرف ان هو هيأثر على الحاجات دي وبالتالي هيأثر على الكوندكشن وكمان يأثر على البروباجيشن اوف امبلس والجنريشن اوف امبلس. طيب لما تيجي تعرف بقى ان في حاجات تانية كمان بعض الدراجز الاخرى زي تراي سايكليك انتي ديبريسنس مثلا ليها صوديوم شانل بلوكينج اكتيفيتي، يبقى خلاص لما يجي لك مثلا انت عرفت في الاي سي جي والله او حد جه قال لك التراي سايكليك انتي ديبريسنت توكسيسيتي بتكون عامله ازاي، هقول له ده هي بتعمل صوديوم شانل بلوكينج افكت، يبقى ده هتزود الكيو ار اس زي ما الصوديوم شانل بلوكرز اللي هي كلاس 1 انتي ريزمكس برضه بتزود الكيو ار اس. يبقى انت تكون عارف ان اي حاجه ليها صوديوم شانل بلوكينج افكت هتكون شبه الكلاس 1 انتي اريزميك اللي هي في النهايه بتشتغل ازاي، بان هي بتبلوك صوديوم شانلز الموجوده في المايكارديا تيشو سواء الكونتراكتايل او نون كونتراكتايل اللي هو البيس ميكر سيلز. في نقطه كمان مهمه في الصوديوم وهي المكتوبه دي، ان الريت اوف انورد صوديوم شانل او صوديوم كارنت depends on the number of available channels. يعني ايه؟ قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، احنا عندنا بوتاسيوم كتير جوه السيل زي ما اتكلمنا ان تركيز البوتاسيوم جوه اكتر بكتير من بره، وبالتالي نورمالي البوتاسيوم بيليك اوت اوف ذا سيل ريستنج ستيت. طيب لو حصل بقى هايبر كاليميا، الهايبر كاليميا هتمنع ان البوتاسيوم يليك اوت اوف ذا سيل. ده كمان لو زاد جامد يعني ممكن بطريقه ما تزود شويه البوتاسيوم يدخل جوه الخليه. لما بتزود البوتاسيوم اللي هيدخل جوه الخليه ده بيعمل بارشال ديبولاريزيشن للسيل. يعني لو عيان عنده هايبر كاليميا بيعمل بارشال ديبولاريزيشن، يعني ايه؟ يعني انت بتقرب من الثريشولد بس مش بتوصل له لسه، وبالتالي لما تيجي توصل عند الثريشولد لو جالك ستيمولس وانت في الحته دي مثلا، الستيمولس ده هيلاقي عدد اقل من الصوديوم شانلز افيلابل فور ديبولاريزيشن لغايه ما انت توصل ان انت تعمل دي بارشال ديبولاريزيشن كتير جدا لدرجه ان الخليه ما بقتش بتستجيب لاي ستيمولس، ان هي خلاص مهما عملت هو كده كده انت كل ما بتقرب من الثريشولد هنا فنمبر اوف افيلابل صوديوم شانلز عدد الصوديوم شانلز المتاحه عشان ديبولاريزيشن بيقل. انت لو زودت جامد البارشال ديبولاريزيشن ده لدرجه ان انت خلاص بقيت عند الثريشولد اقل منه حاجه بسيطه، دلوقتي ما عندكش اي صوديوم شانلز خلاص علشان يحصل ديبولاريزيشن، وبالتالي هتارست لان هو ما فيش افيلابيلتي فور كونتراكشن. طب انت هنا بتارست وقت الكونتراكشن ولا قبليه؟ قبليه، يبقى بتارست فين؟ في الدايستول. يبقى انت لما تيجي تقول لي الهايبر كاليميا بتارست الهارت في السيستول ولا في الدايستول، خلاص انت كده عرفت انه بتارست في الدايستول لان انت بتعمل بارشال ديبولاريزيشن للريستنج ممبرين بوتنشال، فمش بتسمح بوجود اي صوديوم شانلز افيلابل فور ديبولاريزيشن. نفس الفكره علشان تاثير الهايبر كاليميا ده ممكن ما يكونش يونيفورم في كل الميوكارديال بارتس او كل اجزاء الميوكارديوم، فده ممكن يخلي ان في حتت بتديبولارايز قبل حتت تانية، فتغيير الريت اوف ديبولارايزيشن او الكوندكشن ده بيكون سبستريت لاريزميا، وده ضمن الاسباب اللي بيخلي الهايبر كاليميا بيدخل العيان في اريزميات. الكالسيوم سايكل احنا قلنا ان الموست اباندنت والموست امبورتنت عندنا هو ال تايب كالسيوم شانلز اللي انت بتدي لها الكالسيوم شانل بلوكرز. طب تيجي تقول بقى كالسيوم شانل بلوكرز بتعمل ايه؟ هتقفل ال تايب كالسيوم شانلز، ولما تقفل ال تايب كالسيوم شانلز
هتيجي بعد كده الريانودين ريسبتور مش هتحس بكالسيوم جاي لها، بالتالي مش هيجي لها كالسيوم، مش هيجي لها كالسيوم يبقى مش هتطلع كالسيوم، يعني هتوقف الكالسيوم انديوزد كالسيوم ريليز او الكالسيوم تريجر كالسيوم ريليز. ده مش هيحصل، وبالتالي مش هيوصل كالسيوم كفايه للماي فيلمنتس عشان تعمل كونتراكشن، فتعمل ديبريشن اوف كونتراكشن اللي هو نيجاتيف انوتروبي. عشان كده لما تيجي تدي عيان مثلا فيراباميل او دلتيازيم، ده اللي هي نون دايهيدروبايردين كالسيوم شانل بلوكرز، عشان انت بتبلوك ال تايب كالسيوم شانلز، فانت بتقلل من كميه الكالسيوم المتاحه اللي بتوصل للريانودين ريسبتورز، وبالتالي مش هتحس بكالسيوم كتير، فمش هتطلع كالسيوم كتير، فيروح يكون الكالسيوم اقل اللي بيوصل للماي فيلمنتس، فدي نيجاتيف انوتروبيك افكت. العكس بقى لو مريض عنده هايبر كالسيميا، عنده مالتيبل مايلوما مثلا ولا حاجه، احنا قلنا دايما المشكله بتكون تختلف ازاي تفرق ما بين اللي حاجه بتقرس في الدايستول وتقرس في السيستول. احنا قلنا خلاص الهايبر كاليميا بتقرس في الدايستول، يبقى منطقيا هتلاقي ان الهايبر كالسيميا بتقرس في السيستول، هايبر كاليميا بتقرس في الدايستول، يبقى الهايبر كالسيميا بتقرس في السيستول. احنا عرفنا السبب بتاع الهايبر كاليميا. الهايبر كالسيميا ببساطه جدا ماي فيلمز دي المفروض ان هو فيها مايوسين هيد، المايوسين بيمسك فيه الاكتين، لما بيجي المايوسين يمسك في الاكتين بيمسك بسبب ان الكالسيوم بيمسك في التروبونين سي زي ما اتكلمنا في محاضره الكروس بريدج سايكلينج. يبقى لو الكالسيوم كتير مش هيسمح بان المايوسين يسيب الاكتين، فيتكون هنا اللي اتكلمنا عنه اللي هو اسمه ريجور بونز، عشان هي مسكت المايوسين في الاكتين بقوه هتمنع ان هو ينحل من بعضه. احنا كده بنأرست، بس بنأرست فين؟ في السيستول. في جزء مهم في الساينو اتريال نود هينفعنا برضه ان شاء الله لما نيجي نتكلم في محاضره الريجوليشن في كارديوفاسكولار فانكشن، ان الاس اي نود هيفلي انرفيتد باراسمباثيك اند سمباثيك، بس اللي ليه الابر هاند ات ريست هو الباراسمباثيك. يعني ايه؟ يعني انت لو جبت اس اي نود، الاس اي نود دي اهي مثلا، الاس اي نود دي انت عطيت لها في مره حاجه تبلوك السمباثيك وفي مره حاجه تبلوك الباراسمباثيك. لو هو مثلا قلنا ان الريستنج بتاعها 60، لو عطيت لها باراسمباثيك بلوكينج ايجنت زي الاتروبين مثلا ولا حاجه، تلاقي ان ال 60 ده نط بقى 100، معنى كده ان هو فيه هاي باراسمباثيك ريستنج تو. انما لو عطيت لها مثلا حاجه بيتا بلوكر عشان توقف سمباثيك، هتلاقي ال 60 ده وصلت مثلا 50 او 40. قالت 20 بس ليه؟ لان هو اصلا اتريست سمباثيك تون اللي فيها قليله. ف الساينواتريال نود هيفلي انرفيتد بالاثنين، بس الباراسمباثيك ليه الابر هاند. عشان كده لما تدي عيان مثلا اتروبين هتلاقي ان بيحصل زياده اكتر في ضربات القلب السريعه. انما عيان مثلا لو هو بوردر لاين هارت ريت كده على 55 50، بتخاف ان هو البيتا بلوكرز بتدخله في هارت بلوك. بس انت هتلاقي عيانين كتير مثلا هارت فيلير ممكن تلاقي الريستنج هارت ريت بتاعه 60 65 وماشي على هاي دوز في بيتا بلوكر، هو تارجت دوز مثلا للمرضى الهارت فيلير حسب جايد لاين دايركتد ميديكال ثيرابي، ولكنه هو مش بيدخل في هارت بلوك، بس انا عايش عادي ما عندوش اي مشكله. ليه؟ لان هو اصلا السمباثيك انرفيشن بتاع الاس اي نود ات ريست ما بيكونش ليه الابر هاند، بيكون الباراسمباثيك هو اللي ليه الابر هاند. الانترفال ديوريشن ريليشن شيب قلنا ان في علاقه ما بين الار ار انترفال والديوريشن اوف ريفراكتوري بيريود التي تتبع هذه الار ار انترفال، بمعنى ان لو دي شورت ار ار هيكون الريفراكتوري بيريود اللي بعدها قصيره، ولكن علشان دي لونج ار ار تكون الريفراكتوري بيريود اللي بعدها طويله، وعلشان زي ما وضحنا ان الرايت باندل برانش الريفراكتوري بيريود بتاعتها اطول حاجه بسيطه من الليفت باندل برانش، معنى كده ان انت لو جيت في وقت الرايت باندل فيه ريفراكتوري والليفت باندل فيه شغال عادي ريستنج، فده ممكن يعمل لك رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي بسبب اختلاف ريفراكتوري بيريود ديوريشن، ولكن ليس بسبب وجود اورجانيك ديستراكشن او اورجانيك ابنورماليتي موجوده في رايت باند برانش. وبالتالي يعمل لنا حاجه اسمها الاشمن فينومينا في الاتريال فايبريشن، وهي ان انت مريض الاتريال فايبريشن ممكن تلاقيه نارو كومبلكس كده عادي، ولكن في بعض الاحيان بالذات لو عدى لونج ار ار بعدها شورت ار ار، يعني المسافه دي طويله بعدها مسافه قصيره، هتلاقي ان في abnormally shaped او wide bizarre shaped complex. wide bizarre shaped complex ده ممكن يكون بي في سي، ممكن عادي، ولكن هو ممكن يكون بسبب الاشمن فينومينا. الاشمن فينومينا قالت لك ان لو في لونج ار ار بعدها شورت ار ار، رايت باندل هنا ممكن تكون بقت ريفراكتوري، فده يعمل لك رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي. ولكن طبعا زي ما وضحنا ان مش لازم، ممكن يكون عادي دي بي في سي، بس تكون حاطط الموضوع في دماغك ان لو هو العيان مش بيشتكي وما عندوش اي سيمتومز، هو خلاص انت قررت ان هو هيفضل في اتريال فايبريليشن، او ما عندوش فرصه كبيره ان هو يرجع يفضل ساينس ريزم بوست كونفرجن، فهيفضل في اتريال فايبريليشن. لو عدى لونج ار ار بعدها شورت ار ار ولقيت فيه بيزار شيبد كومبلكس، ده ممكن يكون اشمن فينومينا، مش لازم يكون بي في سي، فنفولو اب. ما نقعدش بقى نقول والله ده احنا هنعمل له هولتر عشان نشوف البي في سي بيردن ولا ندخله في كارديو في تاك انديوست كارديو مايوباثي ولا اي حاجه من الحاجات دي، بالذات لو هو العيان اسيمتوماتيك ومش بيشتكي من حاجه.
الافتر ديبولاريزيشنز احنا قلنا ان دي اكسترنال، قلنا مش دي انترنسيك او انترنال ستيمولاي، تحصل بسبب شويه لخبطه في الالكترولايت موفمنت جوه ما بين الخلايا وبعضها، فده بيعمل لك سبونتينيوس ديبولاريزيشن، ولكن هي مش بسبب اكسترنال ستيمولاي، يعني ما جالهاش ستيمولاس من الاس اي نود مثلا والاي في نود وهكذا. فايه مشكله الافتر ديبولاريزيشنز؟ ان هي طبعا في منها ايرلي وليت زي ما، او ايرلي وديلي زي ما وضحنا. مشكلتها ان هي تمثل جزء كبير جدا من ميكانيزمز اوف في تي وفي اف. كمان معانا التورسات ديبواوي، الديجوكسين توكسيسيتي وحاجات تانية كتير. طبعا في احيان كتير السبونتينيوس ديبولاريزيشن ده بيحصل بسبب انجري كارنت. مريض مثلا هارت فيلر بيكون عنده كالسيوم اوفرلود، الكالسيوم اوفرلود ده بيعمل كارنت بينتقل ما بين الخلايا وبعضها، بالذات لو في هيتروجينيتي ما بين الميوكارديال كاركترستكس، فده بيخلي في كارنت بيتحرك. ومريض ميوكارديال اسكيميا برضه نفس الحاجه، اسكيميك هارت ديزيز. فالسبونتينيوس ديبولاريزيشنز دي بتخلي المريض عرضه ان هو يدخل في اريزميات، وده ممكن يكون من ضمن الاسباب اللي بتخلي فيه زياده في sudden cardiac death ريسك في مرضى الهارت فيلير والاسكيميك هارت ديزيز، بالذات افتر اكيوت اسكيميا. طبعا في حاجات تانية زي استخدام الاوفر درايف سبريشن، تنفع في دي ولا ما تنفعش، وتنفع في الاثنين ولا ما تنفعش، وايه الحاجات اللي بتزود فيها وايه الحاجات اللي بتسوق الموضوع فيها اكتر، بس احنا بناخد هنتس بس. طب احنا قلنا ان النورمال لو دي بولاريزيشن ويف بتبقى بوزيتيف، فالنورمال انت هتلاقي ان ريبولاريزيشن ويف نيجاتيف، علشان لما الويف اوف ريبولاريزيشن موفز توردز بوزيتيف الكترود ده بيعمل لنا نيجاتيف ديفليكشن. بس زي ما وضحنا ان علشان اللاست بارت تو بي ديبولارايز هو الابيكارديوم، هو الفيرست بارت تو بي ريبولارايز اللي هو الابيكارديوم برضه. فالويف اوف ديبولاريزيشن لو هي بتمشي كده، فالريبولاريزيشن ويف بتمشي العكس. يعني لو هنا مثلا احنا كده ماشيين ناحيه الابيكارديوم لهنا، فده لاست بارت تو بي ديبولارايز، الريبولاريزيشن بيمشي العكس. وزي ما قلنا في المحاضره ده ممكن يكون بسبب لونج ريفراكتوري بيريود او لونج اكشن بوتنشال ديوريشن عموما بتاعت الهيستودركنجي سيستم، بالذات في الحته اللي بتلاصق الاندوكارديوم. وبالتالي علشان الريبولاريزيشن ويف بتمشي عكس الديبولاريزيشن ويف، فده عمل لنا الحاجه اللي احنا عارفينها العاديه، ان هو لو البي مثلا كده كيو ار اس كده، هتلاقي ان في اغلب الليدز التي ويف بولاريتي نفس هي بتاعت الكيو ار اس بولاريتي. يعني لو المحصله بتاعت الكيو ار اس بوزيتيف يعني بصل فوق، هتلاقي ان التي ويف غالبا بوزيتيف يعني برضه بصل فوق. بالعكس لو انت مثلا بصيت على ليد اي في ار، هتلاقي ان هو بي وراها كيو ار اس اغلبها بالنيجاتيف، وراها تي برضه بالنيجاتيف. فانت تكون عارف ان غالبا هتلاقي ان التي ويف ماشيه في نفس البولاريتي بتاعت الكيو ار اس. يبقى انت تستفيد من كده ايه؟ ان انت عرفت ان لو البولاريتي بتاعت التي ويف مختلفه عن كيو ار اس، بالذات لو هي مختلفه في كذا ليد، ده ممكن يكون دلاله على ابنورماليتي. طبعا الموضوع يعني اوسع من كده، انه ممكن تكون مثلا البولاريتي دي مختلفه في في 1 ويكون ده نورمال، مختلف في 2 ويكون ده نورمال، في ناس بيكون عندها جوفنايل تي ويف انفيرجن، في حاجات كتير يعني. بس انت بس تكون عارف انت لو دورت جيت بصيت على الاي سي جي ولقيت ان الريبولاريزيشن ماشي مثلا نيجاتيف وديبولاريزيشن بوزيتيف، يعني البولاريتي بتاعت التي ويف مختلفه عن البولاريتي بتاعت كيو ار اس، دور وتسال والله هي دي حاجه ابنورمال ولا ده نورمال فاريانت عادي، ولا ده ممكن يحصل في الليد ده بس عادي طالما هو في ليد واحد. لان انت متوقع ان هو طبيعي المفروض ان هو لو الديبولاريزيشن ويف بوزيتيف، فالريبولاريزيشن ويف برضه بوزيتيف، عكس اللي هنا قلنا ان هو اتجاه الكهرباء مختلف. احنا ديبولاريزيشن لو هو ماشي كده، فالريبولاريزيشن ماشي العكس. هي لو بقت نفس الحاجه اللي موجوده هنا، يبقى كده في ابنورمال ريبولاريزيشن، يا اما برايمري ابنورمال ريبولاريزيشن يا اما سكندري ابنورمال ريبولاريزيشن. الاي سي جي بقى يعني برضه بعض الهنس البسيطه. احنا قلنا البي ويف دي في الغالب اغلبها بيكون مقسوم بالنص كده، بيكون ده الجزء الخاص بالرايت اتريوم، ده الجزء الخاص بالليفت اتريوم. مع كده لما بيحصل اتريال ديبولاريزيشن، لو رايت اتريوم دايليتد يعني كبير، هتلاقي ان هو بيطلع فولتج اعلى، يبقى هتلاقي ان البي ويف دي طويله. حلو، عشان كده هتلاقي ان البي بالمونال مثلا اللي هي بتاعت رايت اتريال دايليتيشن هتلاقيها بي طويله. طيب الليفت اتريوم بقى، احنا قلنا اسم كده الليفت اتريوم، الليفت اتريوم هو مسؤول عن الجزء الثاني، يبقى انت لو في ليفت اتريال دايليتيشن، البي ويف دي بدل ما تيجي تمشي كده وتلاقي ان الليفت اتريوم عادي فتروح نازله، لا تكون طويله شويه فتعمل بيفت بي اللي احنا عارفينها بتاعت البي مايترال. هيجي بعد كده البي ار انترفال. احنا قلنا ان البي ار انترفال ده جزء كبير منه بسبب الديلي اوف كوندكشن اللي بيحصل في الاي في نود، عشان بقى ناقص جاب جانكشنز وكوندكشن بتاعت سيلز وهكذا زي ما اتكلمنا. فبالتالي لو حصل ديلي اكتر في كوندكشن عند الاي في نود، سواء بقى مشكله عند الاي في نود او مشكله في الهيس باندل او في جزء معين من الاي في نود، الاتريو نودل او نودل او نودل هيس، فطبيعي ان انت هتلاقي ان البي ار انترفال دي طويله، يبقى حصل بي ار برولونجيشن. بي ار برولونجيشن ده اللي هو العلامه بتاعت الفيرست ديجري هارت بلوك، فيرست ديجري هارت بلوك. ولو حصل مشكله في الكوندكشن اكتر كمان في الاي في نود، ممكن الاي في نود دي مره تعدي مره ما تعديش، مره تعدي مره ما تعديش، فهتلاقي ان احنا عملنا السكند ديجري هارت بلوك، سواء بقى موبدز 1 او موبدز 2.
وهو خلاص بقى الاي في نود دي اتدمرت خالص، ومبقاش في اي كونكشن ما بين الاتريوم والفنتركل، او ما بين الاتريا والفنتركلز. فده هيعمل لنا ايه؟ الثيرد ديجري هارت بلوك. هتلاقي ان مفيش ريليشن ما بين البي ويف والكيو ار اس. بعد كده احنا قلنا ان خلاص الامبلس وصلت الفنتركلز عن طريق الهيسبركنج سيستم، المفروض ان بيحصل فاست انورد صوديوم كارنت عشان يعمل لك ديبولاريزيشن اللي هو الكيو ار اس. وبالتالي انت لو عطيت صوديوم شانل بلوكينج ايجنت زي ما اتكلمنا، مثلا ترايسايكليك انتي ديبريسنت، طبيعي ان انت متوقع انت هتلاقي الكيو ار اس بدل ما هي نارو كده وجميله شكلها حلو، هتبقى وايد شويه. فده علامه على وجود تي سي اي توكسيسيتي اللي هو ترايسايكليك انتي ديبريسنت توكسيسيتي. وكذلك برضه هتلاقي ان الكلاس 1 انتي اريزمكس او انتي اريزمك دراجز برضه بتعمل كيو ار اس برولونجيشن. ليه؟ لان هي بتبلوك الصوديوم شانلز. لما بتبلوك الصوديوم شانلز، بدل ما الديبولاريزيشن هيبقى سريع فاست انورد صوديوم شانلز، لا هتلاقيها بقت ابطا شويه، وبالتالي ده هيزود في الديوريشن بتاعت كيو ار اس. اختلافات الكالسيوم غالبا يعني هايبر كالسيميا او هايبوكالسيميا، هي بتاثر بس في اللينكث بتاعت الكيو تي ديوريشن، هتعمل شورت كيو تي او لونج كيو تي. طبعا كل الكلام ده احنا وضحناه بالتفصيل، بس احنا بس بنجمع المعلومات يعني. في الانترا سيلولار كالسيوم سايكلينج في حاجات مهمه جدا، بس احنا بس هنأكد على نقطه معينه، هي استخدام الاي تي بي في الريلاكسيشن. ان ساركندوبلازميك ريتيكولوم كالسيوم اي تي بيز او السيركل تحتاج اي تي بي علشان تسحب الكالسيوم، وبالتالي لو مفيش اي تي بي كفايه، مفيش طاقه كفايه، مش هتعرف تسحب الكالسيوم كفايه، وبالتالي ده هيعمل ابنورمال ريلاكسيشن. نستفيد بايه برضه؟ ان مريض الاسكيميك هارت ديزيز هتلاقي انه عنده سيركس فانكشن. مريض برضه الهايبر تنشن هتلاقي بسبب وجود ريلاتيف اسكيميا، بسبب زياده الثيكنس اكتر من المايكرو سيركيليشن، فده بيعمل ريلاتيف اسكيميا، فده برضه بيعمل ابنورمال ريلاكسيشن، وده سبب وجود الدايستوليك ديسفانكشن. مريض الكرونيك كدني ديزيز برضه عنده ريلاتيف اسكيميا فيعمل دايستوليك ديسفانكشن. فاحنا كده عرفنا سبب من ضمن الاسباب ليه الدايستوليك ديسفانكشن ده بنلاقوه في المرضى دول، بسبب ان الريلاكسيشن زي الكونتراكشن الاثنين اكتيف بروسيس، الاثنين بيحتاجوا اي تي بي. مش بس كده، ده كمان الاي تي بي اللي احنا بنحتاجه ده مهم جدا الريلاكسيشن، ومهم جدا للكونتراكشن. مش مهم الكونتراكشن بس في الجزء الخاص بالاكتين مايوسين بايندنج او المايوسين اكتين بايندنج، لا ده كمان نسبه الكالسيوم الموجوده جوه الساركوبلازميك ريتيكولم اللي بتطلع بعد كده في الديبولاريزيشن او علشان تعمل الكونتراكشن، هي اللي بتحدد السترينث بتاعه الكونتراكشن ده. يعني كل ما الكالسيوم اللي بيبقى موجود جوه الساركوبلازميك ريتيكولم اكتر، اللي هو بالتالي يعني عندها كان عن السيركه كان عندها اي تي بي كتير، فسحبت كالسيوم كتير، فخزنت كالسيوم كتير، لما يجي لها ستيمولس بعد كده الرايونيدين ريسبتور ده هيلاقي جوه كالسيوم كتير فيطلع كالسيوم كتير. لما يطلع كالسيوم كتير الكونتراكشن هيزيد. يبقى وجود الاي تي بي بيسهل دخول الكالسيوم، وكذلك بيديك كميه كالسيوم كبيره عشان السبسيكوينت ديبولاريزيشن اللي جاي بعد كده، لما يجي لنا نعرف نعمل كونتراكشن كويس. ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب او تفسر مثلا حاجه اسمها الهايبرنيشن او الستاننج. الهايبرنيشن فكرته ايه؟ هو بس مريض بيتعرض ل كرونيك ريلاتيف اسكيميا، خلاص هو عنده اسكيميا بس مش حاجه سيفير اللي هي تعمل مايكارديال نيكروزس، بس هو القلب دايما بيجي له نسبه قليله من الدم، وبالتالي بيجي له نسبه قليله من الاي تي بي. فلما يجي له نسبه قليله من الاي تي بي هو مش هيعرف يخزن كالسيوم كفايه، وبالتالي مش هيعرف يطلع كالسيوم كفايه، وبالتالي هيقل الكونتراكشن. يبقى المريض اللي عنده هايبرنيشن، الهايبرنيشن ده هو ممكن ما يكونش عنده ستراكشرال دامج جوه الميوكارديوم، وبالتالي هو في سالفجبل. يعني لو انت عرفت ترجع له الكوروني ارتريز بتاعته او السيركيليشن، طبعا افتراض مايكرو سيركيليشن بتاعته لسه هيلثي، يعني عرفت ترجع له كميه دم كفايه، توصل له كميه اي تي بي كفايه، ممكن يتحسن بعد كده سيمتوماتولوجي وريجكشن فراكشن. عرفنا كمان الفرق ما بين الباثولوجيكال والفسيولوجيكال هايبرتروفي. الباثولوجيكال هايبرتروفي مثلا مريض الهارت فيلير او مريض الهايبرتنشن، علشان بيتختلف بالنسبه للنوع ده او النوع الثاني، هو التايب اوف مايوسين اي تي بيز او المايوسين ايزوفورم. يعني مريض الباثولوجيكال هايبرتروفي بيكون عنده السلو مايوسين ايزوفورم، بالتالي ده بيقلل من البرفورمانس بتاع المايكارديوم، بيقلل من الكونتراكتيليتي. انما الفسيولوجيكال هايبرتروفي زي الاثليس هارت او البريجننت وومن مثلا، الاكسرسايز تريننج ده بيحسن المايوسين اي تي بيز اكتيفيتي، بننتقل اكتر للفاست مايوسين ايزوفورمز. عشان كده المايكارديال بيرفورمانس بتاعهم بيكون عادي كويس، كان بيكون انكريز كمان. في نقطه كمان بالمره، ان هو في فرق ما بين باثولوجيكال هايبرتروفي والفسيولوجيكال هايبرتروفي. بيقال ان هو فرق ما بين thickness to cavity ratio. يعني مريض الباثولوجيكال هايبرتروفي بيكون عنده زياده في الثيكنس كبيره بالمقارنه بزياده في الكافيتي، انما الفسيولوجيكال هايبرتروفي والبريجنانت وومن مثلا ممكن تلاقي عندهم شويه زياده في الليفت فنتريكولار دايمتر مع زياده الثيكنس. يعني هتلاقي عندهم الثيكنس بتاعت الوول بتزيد، بس برضه الفنتريكولار دايمتر بيزيد. انما الباثولوجيكال هايبرتروفي زي مثلا مريض الهايبرتنشن هتلاقي ان الثيكنس زياده كتير جدا مقارنه بدايمتر قليل.
طبعا احنا مش بنتكلم هنا عن مرضى دايريتد كارديوميوباثي بقى والحته التانيه دي. هو الحته المشهوره ان مرضى هارت فيلير بيشتغلوا على الفلات بورشن اوف فرانك ستارلينج كيرف، معنى كده ان هم مش بري لود ديبندنت. مهما كل ما تزود البري لود انت بتزود الاندستريك فوليوم كده خلاص، بس انت مش بتاخد ستروك فوليوم زياده، لان هو بيشتغل على فلات بورشن عادي وماكسيموم ستريتش اوريدي بالفعل، وبالتالي ما فيش زياده في الاوفرلاب ما بين الاكتين والميوسين زي ما وضحنا قبل كده. فانت مش هتستفيد بزياده الفوليوم ده كمان. انت بتزود الدايمتر، فانت بتزود الافتر لود بلابلاس لو، فده بيزود الوول تنشن اكتر، فبيزود الوول ستريس، بيزود الميوكارديال اوكسجين كونسامشن، فتدخلك في فيشس سيركل. ودي ميزه لاستخدام دايوريتكس، مثلا انت بترجع المريض من الفلات بورشن وفرانك ستارلينج كيرف، بترجعه تاني ان استطعت يعني للستندنج بورشن، فتخليه يستفيد. واحنا قلنا بقى ان في بعض المصادر بيكون موجود فيها شويه في بدايه الستندنج بورشن، بس زي ما وضحنا ان غالبا بسبب الدايستوليك ستيفنس اللي بيعملها التايتن والاكسترا سيلر سكيلتون او الانترا سيلر سكيلتون والاكسترا سيلر ماتريكس، فالقلب مش بيدخل قوي في الديسندنج بورشن فرانك ستارلينج كيرف. قلنا ان هو لو مريض داخل في اكيوت ديكومبنسيت هارت فيلير فهو اوريدي بالفعل على الفرانك ستارلينج كيرف شغال على الفلات بورشن. لو استخدمنا معاه انوتروبس فده ممكن ينقله، غير ان هو بيزود الكونتراكتيليتي فيزود الكاردياك اوتبوت، ممكن ينقله من كيرف ده لكيرف تاني عند نفس الاندستريك فوليوم، فهو هنا بقى اسندنج. يعني لو انت عند البي بوينت هنا، فلو انت جيت طلعت لده اللي هو الكيرف بتاع الانكريز كونتراكتيليتي، فانت كده رجعت تاني بقيت الى حد ما فلويد ريسبونسيف. كده ممكن تستفيد فعلا لو اعطيت له اندستريك فوليوم كمان، اعطيت له بريلود كمان، انت ممكن تزود الاوبتمايزيشن وبالتالي تزود الستروك فوليوم والكاردياك اوتبوت. عرفنا ليه مريض الكرونيك هايبرتنشن مثلا بيكون عنده مانيفستيشنز اوف لو كاردياك اوتبوت، ليه بيشتكي من ديزنيا مثلا، بالذات هايبرتنسيف كرايسيس، الناس بتوصل ضغطهم سيستوليك 180 190 وهكذا، لان جزء من الافتر لود ده اللي هو اللي بيعمله الاورتيك بريشر، الفنتريكولار بريشر محتاج يوفر كم الاورتيك بريشر عشان يفتح الاورتيك فالف اصلا عشان يحصل اجكشن، وبالتالي انت علشان تطلع 180 ملم ميركوري عشان تاوفر كم البريشر الموجود جوه الاورطه، فانت في النهايه انت كده بتكون عبء كبير على القلب، وبالتالي تعمل ريزيستنس كبيره، فتعمل افتر لود كبير. كل ما بتزود الافتر لود بتقلل الفيلوسيتي اوف شورتنج، وبالتالي بتقلل المايكارديال بيرفورمانس، فانت بتقلل كاردياك اوتبوت. فتلاقي مريض الهايبر تنشن بيشتكي من ديزنيا، بيشتكي من ديزنس، بيشتكي من بالبيتيشنز اللي هي مانيفستيشنز بتاعت الفورورد فيلير. ده غير طبعا لو هو كمان بقى معاه مانيفستيشنز اوف باكورد فيلير زياده، بسبب طبعا انت زي ما انت هتزود سيستوليك بريشر فانت هتزود ليفت فنتريكولار دايستوليك بريشر، وبالتالي محتاج تزود ليفت اتريال بريشر، فتزود الباك بريشر على اللنجز، فبرضه ده يكون مساعد من ضمن المانيفستيشنز اوف ديزنيا. ده غير انت ممكن تعمل بقى اللي هو الهايبرتنسيف ميدييتد بالمونري اديما، او بتعمل اللي هي ريديستريبيوتيف بالمونري اديما. فانت لو اعطيت العيان ده فازو دايليتورز، حاجات بتقلل الافتر لود، انت كده بتحسن تاني الفيلوسيتي والشورتنج، فانت بترجع له جزء من مايكارديال بيرفورمانس اللي هو خسره بسبب زياده الافتر لود، بسبب زياده الهايبرتنشن. زياده الافتر لود طبعا احنا هنا بنقول عليها ان هي الافتر تنشن اللي هي الهايبرتنشن، ولكن زي ما احنا عرفنا في لابلاس لو ان الافتر لود ده اللي هو الوول ستريس بتاثر بالراديوس، وبتاثر بالثيكنس، وبتاثر بالبريشر. فاحنا هنا ده البريشر بتاثر برضه بالراديوس. يعني ايه؟ يعني لو مريض عنده الليفت فنترك بتاعه دايليتد جدا، فهو كده عنده افتر لود كبير جدا، وبالتالي عليه وول ستريس كبير جدا، فالفلوسيتي والشورتنج قليله. لو حصل ريفرس ريموديلنج، يعني مثلا مرضى تاكوتسوبو كارديو مايوباثي، هتلاقي ان عندهم دايلاتيشن، بالذات اللي عندهم مثلا ايبيكال انيوريزم، فالراديوس الكبير بيزود الوول ستريس كتير، وبالتالي ده بيسبب مشكله. لما بييجوا يتحسنوا بعد كده، سواء هم مثلا تاكوتسوبو او البيري بارتم كارديوميوباثي او البوست فايرال دايليت كارديوميوباثي وهكذا، الحاجات اللي ليها احتماليه ان هي تتحسن، لما الراديوس يقل ده هيقلل من الافتر لود، وبالتالي يحسن من الفيلوسيتي اوف شورتنج، علشان كده بيتحسنوا. فانت ممكن تلاقي عادي مريض دايليت كارديوميوباثي مثلا او حاجه، او تاكوتسوبو او البيري بارتم كارديوميوباثي، كل الناس دول ممكن تلاقي السيستوليك بريشر بتاعهم عادي، وده سيرك بريشر بتاعهم عادي برضه، مثلا اعتبره نورمال او لو نورمال حتى، بس هم برضه بيشتكوا من مانيفستيشنز اوف مايوكارديال اسكيميا، مثلا بيجي لهم انجينال بين. ليه؟ لان هو الوول ستريس بتاعهم كبير بسبب الراديوس العاليه، وبالتالي الافتر لود بتاعهم كبير، وبالتالي حتى لو هم ما بيعملوش بريشر عالي، فهم اصلا الفيلوسيتي والشورتنج بتاعتهم قليله بسبب زياده الافتر لود، بسبب زياده الراديوس. احنا عرفنا فانكشنز كتير للاتري، عندنا بس حته نقطه مهمه اللي هو الاتريال ناتريتك بيبتايد. الاي ان بي ده اللي هو بيفرز بزياده بسبب زياده الاسترتش. زياده الاسترتش ممكن يحصل بسبب زياده البلاد فوليوم فعلا، او لو مريض اتريال فايبريشن فهو عنده فايبرولاتري ويفز بريت من 400 600 في الاتريا، فده بيخلي الاتريا كرونيكال ستريتش،
بالذات كمان لو هو بقى فضل فتره طويله فبيعمل الكتريكال وستراكشر ريموديلنج فبيعمل ليفت اتريال دايلاتيشن وهكذا. ولكن النقطه المهمه ان الاتريال فايبريشن بيزود ال ان بي، وبالتالي الاتريال فايبريشن ليه الى حد ما بصوره ما دايوريتك افكت. فممكن تلاقي مريض الاتريال فايبريشن بيشتكي من بالبيتيشنز، وكذلك بيشتكي من increased urinary production بسبب زياده الاتريال ناتريوريتك بيبتايد. هو ناتريوريتك لان هو بيعمل ناتريوريسيس وكمان بيعمل دايوريسيس، وسبحان الله يعني ده يعتبر بروتكتيف ميكانيزم، لان هو الاتريا حاسب زياده الاسترتش، فهو بيتصور ان زياده الاسترتش ده بسبب زياده البلاد فوليوم، فبيحاول يتخلص من البلاد فوليوم ده بان هو يعمل انكريس دايوريسيس. طيب الاتريال ويف فورمز طبعا احنا عندنا حاجات كتير، يعني من اهم الحاجه المعروفه اللي هو الاتريال فيبريليشن. مثلا لو هو عيان ما عندهوش اتريال كونتراكشن وبالتالي مش هيكون عنده اي ويف. العكس بقى لو عيان الاتريا بتاعته بتكونتراكت اجينست كلوزد فالف، مثلا عيانين الكومبليت هارت بلوك، او عيانين برضه الفنتريكولار تاكيكارديا بسبب الاي في ديسوشيشن، لو الاتريا بيكونتراكت اجينست كلوزد فالف هتلاقي ان هو بيجنريت فيري هاي بريشر، فتلاقي الاي دي شوتنج كده طويله خالص كانون اي ويف. وكذلك برضه لو عنده ميترال ستنوزس مثلا، عنده ميترال ريجيرج بقى، فالفنتريكولار بريشر العالي اللي بيتكون وقت السيستولا وقت الانجكشن هيترد جزء منه للاتريا وقت ايه؟ وقت الفيلنج، هتلاقي الفي ويف دي طايره في السماء. فلو انكريز في ويف دي معناها ان غالبا في ريجيرج. على الشمال بقى تبقى مايتر ريجيرج، على اليمين تبقى ترايكاسبيد ريجيرج. الاكس واي ديسنت فيهم ابلكيشنز كثيره جدا في الفرق ما بين الكونستريكتيف بيركاردايتس وكاردياك تامبوناد وهكذا، يبقى يجي لها وقتها ان شاء الله في جزء الهيموداينامكس. الفنتريكولار فانكشن برضه زي ما اتكلمنا في الاتريا، عندنا البي ان بي اللي هو بي تايب ناتريوتيك بيبتايد او برين ناتريوتيك بيبتايد، ده بيزيد برضه بسبب زياده الاسترتش، فانت هتلاقي ان مرضى هارت فيلير عندهم زياده في البي ان بي. كمان بيستخدم علشان تقول دي كاردياك ديزني او نان كاردياك ديزني، يعني من ضمن الحاجات المساعده. قلنا ان البي ان بي ده تارجت لحاجه دلوقتي تريتمنت موجود اللي هو الارني، اللي هو الانجيوتنسين ريسبتور نيبرلايسين انهبيتور. قلنا ان البي ان بي ده بيتكسر بحاجه اسمها النيبرلايسين، فالنيبرلايسين ده احنا مش عايزينه علشان نحافظ على البي ان بي، لان بي برضه ليه ناتريوريتك ودايوريتك افكت، بيقلل البلاد فوليوم بالتالي يقلل الستريس، عشان بيقلل الراديوس فيقلل الوول ستريس فيقلل المايكارديال اوكسجين كونسامشن، فدي بروتكتيف ميكانيزم. عشان هو بيتكسر بالنيبرلايسين، لو اعطينا نيبرلايسين انهبيتور انت كده هتزود البي ان بي، وبالتالي بتحسن المايكارديال بيرفورمانس. في حاجه تانية في الفنتركل اسمها ميكانو ريسبتور ستريتش ريسبونس، اللي هو البيزول جارش ريسبونس او ريفلكس. ده بيحصل في الميوكاردال انفاركشن، بالذات الانفيريور والبوستيريور ميوكاردال انفاركشن، لان جزء الانفيريور وول اوف ذا هارت ده فيه ستريتش ريسبتورز او ميكانو ستريتش ريسبتورز كتيره، ميكانيكال ستريتش ريسبتورز كتيره بتبقى ستيميوليتد لما بيحصل انفلاميشن او ستريتش في المكان ده. فدي في النهايه المحصله بتاعتها ان هي بتعمل فيجال ريسبونس. فممكن تلاقي مرضى الانفيريور ام اي او البوستيريور وول ام اي هتلاقيهم في بعض الاحيان ممكن يشتكي من هايبوتنشن براديكارديا، ليه؟ بسبب البيزل جارش ريفلكس. وبيقال ان ده السبب اللي ممكن يدخل عيان في كومبليت هارت بلوك في اول يوم في مرضى الانفيريور ام اي، والله اعلم. كمان في الكاردياك سايكل قلنا ان احنا عندنا الرابيد فيلينج. الرابيد فيلينج ده بيحصل في الدايستول، وعنده الميترال فالف بيفتح. معنى كده لو الميترال فالف ده فيه ميترال ستينوزس وانت عندك رابيد فيلينج بيعدي من الميترال ستينوزس، طبيعي ان ساعتها بقى هيحصل تربلنس في البلاد فيعمل لك الميرمر بتاع الميترال ستينوزس، فتلاقي الميرمر بتاع الميترال ستينوزس موجود فين؟ في الجزء بتاع الرابيد فيلينج فيز. طبعا زي ما وضحنا الرابيد فيلينج ده ممكن يحصل بسببه الاس 3 اللي ممكن يكون موجود فيسيولوجيكالي عادي في اليونج اثليس والبريجننت فيميلز، بس طبعا ممكن يكون برضه ممكن يكون موجود باثولوجيكالي. فالدايستيزيس احنا قلنا ان نورمالي في الغالب ما بيعديش بلاد، لان خلاص بيتساوى فرق الضغط ما بين فرق الضغط ما بين الفنتريكل والاتر بيبقى زيرو فرق الضغط، فبيتساوى الضغط ما بين الاتر والفنتريكل يعني، فما بيكونش فيه بلاد فلو. ده نورمالي يعني في الغالب، الا بيكون حاجات مينيمم قليله. لما بيحصل بقى diastolic فانكشن جريد 3 كده مثلا ولا حاجه، فبتلاقي ان بسبب الزياده الكبيره في الليفت اتريال بريشر بيكون في فلو ما بين الليفت اتريا والفنتريكل حتى في وقت الدايستيزيس. فده بيعمل لنا حاجه اسمها ال ويف بتتشاف لو جيت حطيت بالسد ويف دوبلر على مايترال انفلو، ممكن تلاقي ال ويف كده في النص ما بين الاي والاي ويف. ال ويف دي هي علامه على وجود بلاد فلو بيمشي ما بين الليفت اتريا والفنتريكل، وده ممكن يكون من ضمن العلامات اللي بتدل على زياده كبيره في الليفت اتريال بريشر. الاتريال سيستولي قلنا ان هو بيحصل في نهايه الدايستول، وبالتالي لو هو عيان عنده ستيف فنتركل دايستوليك فانكشن هايبرتنشن مثلا وحاجات كده، فممكن يعمل لك صوت رابع اللي هو اس 4. اس 4 طبعا بيبقى مش موجود في مرضى اتريال فايبريشن وهم ما عندهمش اتريال سيستول اصلا. بس في نقطه ثانيه ان برضه مايترال
ستينوزس. عيانين الميترال ستينوزس بيكون عندهم دايستوليك رامبل، فبيكون عندهم دايستوليك ميرمر، بس بيكون معاه حاجه اسمها بري سيستوليك اكسنتويشن. يعني ايه بري سيستوليك اكسنتويشن؟ اديك عرفت اهو ان هو البري سيستوليك اكسنتويشن بيحصل بسبب الاتريال سيستولي. وطبيعي انت بيكون عندك بلاد فلو بلاد فلو بلاد فلو عن الميترال كده، بعد كده بيحصل وقت الدايستيز مثلا وما بيعديش دم، بعد كده يجي عند وقت الاتريال سيستولي فبيحصل كونتراكشن، فالضغط تاني بيعلى فبيعدي تاني دم، فبيعمل لك بري سيستوليك اكسنتويشن. فالبري سيستوليك اكسنتويشن ده برضه بيبقى لوست وقت الاتريال فايبريشن، خلاص ما عندكش اتريال سيستولي. بس هو عرفنا هو بيحصل ليه، ان هو بسبب الاتريال سيستولي اللي بيحصل في نهايه الدايستولي. الايزوفولومتريك كونتراكشن هي بدايتها هي بدايه السيستول، وبالتالي عندها المفروض يحصل كلوجر اوف ميترال فالف. وبالتالي لو ما حصلش كلوجر اوف ميترال فالف هتتوقع ان الفنتركل لما يجي كونتراكت بقى، لما هو بيكونتراكت ايزوفوليومتريكالي، لان هو ما فيش فرق في الضغط. معلش، لان هو ما فيش فرق في الفوليوم، في فرق بس في الضغط، الضغط بيزيد جامد مره واحده. لو هو عنده باب مفتوح اللي هو الميترال اللي هنا، هيعدي منه دم، وبالتالي مش هيبقى ايزوفوليومتريكالي. مش بس كده، هيعمل لك الميرمر بتاع الميترال ريجيرج. يعني انت لو جبت الاس واحد دي نقلتها هنا، يبقى انت بعد الاس واحد هتلاقي ان في سيستول، وبالتالي نورمالي المفروض مفيش صوت هنا. لو جيت بقى انت عملت مايترال ريجيرج، عملت اوبننج في الميترال فالف وقت الايزوفوليومتريك كونتراكشن، وقت بقى الايجكشن برضه، فهو بدايه الايزوفوليومتريك كونتراكشن المفروض ان هو يكون ايزوفوليومتريك كونتراكشن. لو في باب مفتوح اللي هو في مايترال ريجيرج، طبيعي انت ممكن تسمع المايترال ريجيرج ميرمر، فانت بتسمعه امتى؟ بتسمعه ما بين اس 1 واس 2، لان هو المفروض ان الحته دي وقتها بيكون وقت الايجكشن او وقت الايزوفوليومتريك كونتراكشن، خلاص مفيش حته يعدي منها الدم. ولكن لو في مايترال ريجيرج الدم هيرجع هنا ما بين الاس 1 والاس 2، يعمل لك المايترال ريجيرج ميرمر اللي هو بان سيستوليك ميرمر. وبنفس الكيفيه الايزوفولمتريك ريلاكسيشن المفروض عندها بيحصل كلوجر في اورتيك فالف. لو ما حصلش كلوجر في اورتيك فالف، فاحنا هنا في بدايه الدايستولي بقى دايستوليك ميرمر بتاع الاورتيك ريجيرج. احنا استفدنا في الويند كاسل افكت، قلنا ان اللوس اوف الاستيسيتي اللي بيحصل في الاورطه مع الايجنج مع الهايبرتنشن مع الاثيروسكليروزس مع الفاسكولايتس بيخلي الاورطه مش بيتمدد وقت السيستول، وبالتالي السيستوليك بريشر بيعلى عالي جدا. وفي نفس الوقت خلاص هو ما عندهوش الاستيك ريكويل، لان ما فيش اصلا الاستيسيتي، وبالتالي ما فيش ريكويل وقت الدايستول، وبالتالي بيهبط الدايستوليك بريشر في الارض، فيعمل لك ما يعرف به الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. تلاقي بالس بريشر عالي جدا، 170 على 60 170 على 50، حاجات كده اللي بتحصل في مرضى الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن، وبرضه في الاورتيك ريجيرج. زي ما اتكلمنا في الافتر لود والوول ستريس، لابلاس لو قال لك ان الوول ستريس بيساوي البريشر في الراديوس على الثيكنس. فانت انت تفرح ان البريشر ده ممكن يكون نورمال، الثيكنس يعني تلاقيها ما زادتش قوي او ما قلتش قوي، بس تيجي تبص على الراديوس بقى، لو جيت في مرضى مثلا دايريتد كارديوميوباثي الكرونيك هارت فيلر، هتلاقي ان عندهم فيري دايريتد ليفت فنتركل، ففيري هاي وول ستريس، حتى لو هو بيجنريت لو بريشر حتى او نورمال بريشر. يعني ممكن تلاقي الضغط بتاعه 90 60 100 على 60، ولكن المريض بيشتكي مانفستيشنز اوف ريلاتيف اسكيميا او لو كاردياك اوتبوت، وده بسبب ان الوول ستريس عالي بسبب الراديوس العالي الكبير بتاعه. وده بيدي تفكير بقى ان هل احنا ممكن مثلا نعمل ريفرس الموديلنج، يعني الحاجات بتاعت الجايد لاين دايركتد ميديكال ثيرابي بتاعت الهارت فيلير مثلا، هل ده ممكن يقلل تاني الراديوس بان انت بتقلل الاندستوليك فوليوم؟ وده استفاده تانيه للدايوريتكس، مثلا لو المريض عنده هايبر فوليميا، طبعا مش لو ايه فوليميك فانت دخله في ديهيدريشن، المريض عنده هايبر فوليميا فانت لو عطيت له دايوريتك انت كده بتقلل البلاد فوليوم، بالتالي بتقلل الاندستوليك فوليوم، فبتقلل الراديوس، فتقلل وول ستريس، فتحسن من السيمتوماتولوجي بتاع العيان. وزي ما قلنا ان ال في اتش اللي بيتشاف في الايكو او في الايمجنج عموما اللي بيحصل بسبب الكرونيك هايبرتنشن، ده يعتبر بروتكتيف ميكانيزم او كومبنساتوري ميكانيزم، ان انت لما بتزود البريشر فانت بتزود الوول ستريس. لو جيت زودت الوول ثيكنس فانت هتعادل الى حد ما زياده البريشر، فبالتالي تقلل الوول ستريس تاني للنورمال فاليو علشان تقلل من المايكاردال اوكسجين كونسامشن، بالتالي تقلل من السكيميا. على عكس مثلا ال في دايليتيشن اللي بيحصل في الكارديوميوباثي، لو الراديوس زاد فانت بتزود وول ستريس، ده مش كومبنساتوري ميكانيزم، دي حاجه مش كويسه خالص. انت كده بتدخل في فيشس سيركل، لان كل ما بتزود الوول ستريس بتزود مايكاردال اوكسجين كونسامشن، وبالتالي بتزود العبء على المايكارديوم فيدايليت اكتر، فيزود وول ستريس اكتر، يدايليت اكتر، يزود وول ستريس اكتر، وهكذا. احنا قلنا ان الليفت فنتريكولار ميكانيكال انرجي حسب حاجه اسمها البي في اريا اللي هو بريشر فوليوم اريا، اللي هي الستروك ورك زائد البوتنشال انرجي. الستروك ورك ده هو الحاجه اللي احنا بنشوفوها، ده اللي هو الطاقه اللي بيديها الفنتريكل بلاد عشان يحصل بيه ايجكشن، فده حاجه اللي احنا بنشوفها جوه البي في لوب عادي اللي احنا عارفينه، البي في لوب الطبيعي اللي احنا عارفينه. في حاجه بقى المهمه اللي هي البوتنشال انرجي، دي محتاجين نوضحوها، ان البوتنشال انرجي دي حاجه بتستهلك كل ضربه افري بيت. معنى كده ايه؟ ان انت كل ما بتزود الضربات كل ما بتعمل تاكي كارديا، انت بتزود عدد مرات البوتنشال انرجي اللي بتستهلك بير يونت تايم. النقطه بقى اللي عاوزين ناكد عليها ان لو انت ثبت البي في اريا
ولكن قللت الستروك ورك، انت كده بتزود البوتنشال انرجي. يعني ايه؟ يعني انت عادي ممكن بسبب من الاسباب زي ما هنوضح، مثلا لو زودت الافتر لود زي ما قلنا انت بتقلل ستروك فوليوم، بس في النهايه هتلاقي ان التوتال ورك بتاع الفنتريكل مش كتير، وبالتالي انت بتستهلك برضه بوتنشال انرجي كتير. معنى كده ان في جزء كبير من الطاقه اللي بيستهلكها الفنتريكل مش بتديك اكسترنال ورك، مش بتديك بلاد فوليوم، مش بتديك ايجكشن، فده اقل في البرفورمانس. ان شاء الله في وقت من الاوقات هيبقى يتمكن لينا ان احنا نعرفوا نقيس البوتنشال انرجي بتاعه الفنتريكل اللي هي بتبقى ليبريتد از هيت، في النهايه بتتحول لحراره وبتفرز او بتنطلق من الفنتريكل. لو عرفنا نقيس كميه الحراره دي قد ايه، هنعرفوا نقيسوا كميه البرفورمانس بتاعه الفنتريكل قد ايه دايركتلي، مش هنعتمد بقى ساعتها على اندايركت ميجرمنت زي المايكارديال اوكسجين كونسامشن وكده. احنا قلنا ان زياده الاندستريك فوليوم او زياده البري لود لو هو هيلثي مايكارديوم هيزود الستروك فوليوم. لو خدت بالك بقى ان انت لو كملت الصف ده تحت كده، انت ما غيرتش كتير في البوتنشال انرجي اللي موجوده هنا، وبالتالي انت بتدي ستروك ورك اكتر، فانت كده بيرفورمانس احسن لو انت في هيلثي مايوكارديوم. يبقى انت لو زودت البري لود انت ما غيرتش قوي في البوتنشال انرجي، وبالتالي انت بتاخد جزء كبير من الطاقه اللي بيستهلكها الفنتريكل كاكسترنال ورك، انت بتطلع نتيجه، بتطلع ريزلت، ودي حاجه كويسه. انت لو زودت كده من هنا، زودت الستروك فوليوم، فانت كده بتدي حاجه كويسه انت بتشوفها في النهايه. على عكس مثلا لما تيجي تزود الافتر لود، هنا هتلاقي ان انت لو كملت ده كده برضو، لما بتيجي تزود ماشي هنا اهو، ماشي، لما تيجي تزود الافتر لود انت بتقلل ستروك فوليوم في النهايه، برضو البي في اريا دي ثابته اللي هي ده اهي. يبقى انت كده عملت ايه؟ كل اللي انت عملته انت زودت البوتنشال انرجي اللي انت بتستهلكها هنا. يبقى انت حتى لو انت استخدمت نفس الطاقه بس انت بتدي ريزلت اقل، فانت بتحرق منها كتير. ليه؟ احنا قلنا إن زياده الافتر لود ده انت كده بتحاول تتخلص على الانترنال ريزيستنس اللي موجوده جوه الفنتركل. فطبيعي ان انت عشان تتخلص من الانترنال ريزيستنس انت هتتخلص منها ازاي؟ هتتخلص منها بان انت تستهلك بوتنشال انرجي كتير. احنا قلنا اول بوتنشال انرجي دي ما هي الا ايه؟ هي الميكانيكال انرجي اللي بيحتاجها الفنتركل عشان يتخلص من الانترنال ريزيستنس، اوفركم الانترنال ريزيستنس. وبالتالي لو زودت الافتر لود انت زودت الراديوس او زودت البريشر، فانت بيكون عندك انترنال ريزيستنس كتيره، فبتحتاج بوتنشال انرجي كتيره، فتلاقي ان زياده الافتر لود بتشرينك بيفي لوب كده، فانت بتقلل ستروك فوليوم بتزود البوتنشال انرجي، فهو الميوكارديال بيرفورمانس بيقل. وبالتالي الفنتركل حتى لو هو بيحرق نفس الطاقه فهو بيديك في النهايه ريزلت اقل. يبقى علشان يديك ريزلت اكتر محتاج يحرق طاقه اكتر بكتير. مش بس كده، انت زي ما قلنا ان دي البوتنشال انرجي دي بتتحرق كل ضربه، يبقى كل ما عين يكون عنده افتر لود زياده ده بيزود الطاقه المهدره، يعني يقال عليها ان هي مهدره. طب كل ما بقى تخيل ان هو يكون عنده افتر لود زياده يكون برضه تاكي كارديك زياده، فده يزود اكتر الطاقه المهدره، ده كانك بتحرق في الميوكارديوم. زي مثلا استخدام الانوتروبس، استخدام الانوتروبس هو اغلبها بيزود الهارت ريت، وبالتالي في فيلينج مايوكارديوم انت كده انت ممكن تكون بتدي برفيوجن علشان الاورجنز ومن ضمنها الهارت برضه، ولكن انت كل ما بتزود الهارت ريت انت بتزود في البوتنشال انرجي اللي بتستهلك كل مره بير يونت تايم كمان، فده هيزود العبء على القلب وبالتالي يقلل المايوكارديال بيرفورمانس بعد كده. عشان كده اغلبها بيقلل البروجنوزس. فزي ما قلنا ان زياده الافتر لود بيقلل الستروك فوليوم، زياده الافتر لود زي بقى الهايبرتنشن، نقص الافتر لود لو عيان مثلا اخد فازو دايليتور. طبعا زي ما قلنا ان احنا هنا بنتكلم كافتر لود على الارتيريال الاستنس، هو الافتر لود في الحقيقه هو بيحتاج الارتيريال الاستنس اللي هو البريشر زائد الراديوس والثيكنس كمان. طبعا زياده الكونتراكتيليتي بتحسن الستروك فوليوم، نقص الكونتراكتيليتي بيقلل الستروك فوليوم. احنا بس برضو عايزين ناكد هنا على الحته بتاعه البوتنشال انرجي تاني. لو عيان عنده مثلا هو الخط الاسمر ده العادي اللي احنا عارفينه، لو جيت حاطط له بوزيتيف انوتروبيك افكت او بوزيتيف انوتروبيك دراج، فانت بتزود الستروك فوليوم. هتزود ازاي بقى؟ انت بتشفت الكيرف، بتخليه مور ستيب بتاع الانسيستوليك الاستنس او الانسيستوليك بريشر فوليوم ريليشن شيب، وبالتالي هتلاقي ان الحته بتاعه البوتنشال انرجي اللي هنا بقت اقل. معنى كده المايوكارديال افشنسي زاد، يعني المايوكارديال بيرفورمانس اتحسن. على عكس لو عيان بقى مثلا هارت فيلير، وبالتالي الانسيستوليك الاستنس بتاعته قلت، وبالتالي انت خليت الكيرف ده او الخط ده بقى ليس ستيب، تلاقي ان انت بتشرينك البي في لو، فانت بتقلل الستروك فوليوم وبتزود البوتنشال انرجي، يعني المايوكارديال بيرفورمانس قل، يعني الافشنسي قلت.
فتلاقي مريض هارت فيلير مثلا الضغط بتاعه 90 60. طب 90 60 ده مش افتر لود كبير، هو مش محتاج يتخطاه يعني. هي المشكله مش في كده، المشكله ان هو بيحتاج طاقه كبيره علشان يتغلب على الانترنال ريزيستنس اللي موجوده جواه. عشان كده ممكن يكون ضغطه عادي او لو نورمال كمان، وبيشتكي من كمان من سيستيشنز اوف لو كاردياك اوتبوت. وهنا مش لازم تكون الشكوى دي بسبب الهايبوتنشن قد ما هي بسبب الريموديلنج اللي بيحصل بسبب زياده الراديوس اللي بيزود الوول ستريس باللو اوف لابلاس. فهتلاقيه بيبذل مجهود كبير بس احنا مش شايفينه بسبب ان هو في الاخر بيبقى لايبريتد از هيت، بيبذل مجهود كبير علشان يقدر يتخطى الانترنال ريزيستنس، فبيشتكي برضه من ريلاتيف اسكيميا ومانيفستيشنز اوف فورورد فيلير او لو كاردياك اوتبوت. المريض بقى اللي بياخد بوزيتيف انوتروبيك افكت، احنا قلنا ان اغلب الانوتروبس يعتبروا بيزودوا المورتاليتي او مش بيحسنوا البروجنوزس، بالذات لو استخدموه فترات طويله. بس هي الفكره في ايه بقى؟ احنا قلنا ان هو بيقلل البوتنشال انرجي. انت كده هتقولي طب ما هو دي حاجه كويسه يعني كده بيقلل الطاقه المهدره. اقول لك اه بس ما تنساش ان هو بيزود الستروك ورك، بيزود الستروك فوليوم، فيكون المحصله ان البريشر فوليوم اريا او البي في اريا بتكون اكبر، وبالتالي بيزود الميوكارديال اوكسجين كونسامشن. يعني ايه؟ يعني البوزيتيف اينوتروب صحيح هي بتزود الستيفنس بتاعت الانسيستوليك الاستنس، فيزود الستروك فوليوم ويقلل البوتنشال انرجي، يعني بيقلل الطاقه المهدره. فهو بيحسن الى حد ما الميوكارديال افشنسي، بس هو بيزود كمان الميوكارديال في او 2 اللي هو اوكسجين كونسامشن. عشان هو بيزود مايكارديال اوكسجين كونسامشن، فانت كانك لو هو مريض بهارت فيلر انت بتحرق في سيلز اصلا فيلينج سيلز. عشان كده ده من ضمن الاسباب اللي بيخلي الانوتروبس كمان بتزود المورتاليتي، مع ان هي يبدو ان هي بتقلل البوتنشال انرجي، يعني بتقلل الطاقه المهدره بالبيت، بس هي في الحقيقه ان هي بتزود التوتال مايكارديال اوكسجين كونسامشن. طبعا هي لو ليها استخدام وليها استفاده فاحنا محتاجينها ونستخدمها. انت ممكن القلب يزق معاك شويه، بس باقي الحاجات التانيه انت محتاج الاند اورجان برفيوجن وهكذا يعني. تعالى بقى بص على changing compliance. يعني خلينا في الجزء بتاع decrease compliance بتاع الهايبرتنشن مثلا، مريض diastolic dysfunction ده عموما. لما تيجي تزود الكومبلاينس فانت برضه بتشرينك البي فلو، فبالتالي بتقلل الستروك فوليوم. ماشي، يعني احنا لو جينا حتى صورنا اهوت كده مثلا تلاقي ده الستروك فوليوم عادي. لما بتزود الكومبلاينس مريض مثلا بتزود له الراديوس، او مريض ليفت ventricular دايليتيشن فانت بتزود الستروك فوليوم. لو قللت بقى الكومبلاينس فانت بتزود الكيرف ده او بتزود الحديه بتاعت الكيرف، فانت بتقلل الستروك فوليوم. يبقى انت مريض ليفت فنتريكولار هايبرتروفي او دايستوليك فانكشن بيزود في الستيمنس بتاعت الكومبلاينس كيرف، وبالتالي بيقلل الكومبلاينس يعني، فبيزود الفيلنج بريشر. فعند نفس الاندستوليك بريشر انت بتدي فوليوم اقل، فبتدي في النهايه ستروك فوليوم اقل. يعني هو اندستوليك فوليوم اقل، بدل ما احنا كنا عند نفس الاندستوليك بريشر بندي الفوليوم ده اند دايستوليك فوليوم، ده كده هيديك اند دايستوليك فوليوم اقل وبالتالي ستروك فوليوم اقل. عايزين ناخد ايه برضه؟ ان احنا نفس الحته بتاعت البوتنشال انرجي، نفس هنا اهوت برضه. كويس، البوتنشال انرجي دي لسه هتستهلك، يعني هتستهلك. يعني انت كان عندك في الاول انت عندك الستروك ورك ده هو بتاعت البي في لوب العادي زي البوتنشال انرجي. طيب انت قللت الستروك ورك وان انت قللت الستروك فوليوم، لسه عندك البوتنشال انرجي. عاوز تقول ايه برضه؟ عاوز اقول لك ان مريض الليفت فنتريكولار هايبرتروفي او الدايستوليك ديسفانكشن لو زاد عنده الهارت ريت فهو مش بيزيد الستروك فوليوم، بس بيزيد استهلاك البوتنشال انرجي بير يونت تايم، فبيحصل ديتيريوريشن. يعني لو جاله اتريال فايبريليشن خلاه بدل ما هو عايش بهارت ريت 80 مثلا نططه ل 130 او 140، هتلاقي انه بيحصل له سيفير ديتيريوريشن سيمتوماتيك والدنيا عنده بايظه. ليه؟ غير ان الاتريال فايبريشن طبعا هو عشان بيقلل اصلا البريلود، ان هو بيعمل لوس اوف اتريال كيك وبيعمل دايستوليك ديسفانكشن، ممكن يعمل مايترال ريجرج على الفتره الطويله، كل الكومبليكيشنز بتاعت الاي اف دي. الاتريال فايبريشن عشان هو بيزود الهارت ريت كتير جدا، فزياده الهارت ريت بتخلي ان هو بيستهلك بوتنشال انرجي كتير، ولكن هو في نفس الوقت مش بيديك ستروك فوليوم. فهتلاقي مرضى الاتريال فايبريليشن دايما بيشتكوا من موضوع اللو كاردياك اوتبوت. ده من ضمن الاسباب ان هو البوتنشال انرجي دي كده كده هتستهلك، يعني هتستهلك. والله بقى انت طلعت افكتيف ورك ما طلعش افكتيف ورك انت كده كده هتستهلكها. فكل ما انت بتستهلكها عدد مرات اكتر في الدقيقه، يعني هارت ريت اكتر في الدقيقه، فانت كده بتزود العبء على القلب، انت بتزود التوتال مايكارديال اوكسجين كونسامشن اللي هو الام في او 2 بير يونت تايم. فدي بس نقطه ان ليه مريض دايستوليك فانكشن عموما الهايبرتنشن بالذات ممكن يديتيريوريت بسرعه جدا لما بيجي له اتريال فايبريليشن. وكذلك طبعا مايترال سنوز مثلا او مريض الفالفولار هارت ديزيز عموما. فدي كانت امثله سريعه بس كده لكسر الحاجز او الجدار ما بين الفسيولوجي والباثوفيسيولوجي والكلينيكال. يعني تعتقد ان انت
تذاكر حاجات ليس منها طائل ومفيش منها استفاده مباشره، بس استخدامات كتير جدا في فارماكولوجي، استخدامات كتير جدا في كلينيكال كارديولوجي، تفهم ازاي ده حصل، ليه الساين دي موجوده على العيان، او الساين دي موجوده في الايمجنج، الساين دي موجوده سواء موجوده في الاي سي جي، موجوده في الايكو، موجوده في الام ار اي، وهكذا. ازاي كهيمودايناميك مريض الهارت فيلير بيتحسن، يعني ايه ريفرس ريموديلنج؟ طب انت هتستفيد ايه؟ افرض مريض الهارت فيلير الضغط بتاعه عادي، هل ده برضه بيكون عبء عليه ولا لا؟ ده اللي احنا ايه استفدناه من الفسيولوجي يعني. فده كده بعض الامثله بس لتخفيف الكلام. هذا والله اعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.